جدل كبير بيحصل في السوق بسبب العربيات الصيني، هل هشتري عربيه صيني ولا ما اشتريش عربيه صيني؟ ناس متخوفه من الفكره القديمه اللي كانوا واخدينها عن العربيات الصيني، بس العربيه اللي معايا النهارده هتغير لك فكرك عن العربيات الصيني، وعربيه قلبت السوق بسعرها تساوي الاس 09. وقبل ما اكلمك عن تفاصيل العربيه لازم اعرفك حاجه مهمه بالنسبه لك، ان انت لما بتشتري عربيه لازم تركز على اهم حاجه وهي خدمه ما بعد البيع، اللي هو قطع الغيار واسعار الصيانات وكمان الوكيل اللي انت تابع ليه. والعربيه الاس 09 بتتقدم من وكيلها مان ايست اللي هو منصور، وانا شايف الحاجه اللي تهمك الباكج اللي معمول على العربيه دي. منصور عامل لك صيانات 4 سنين او 60,000 كيلو مجانا، وكمان ضمان على الموتور 1,000,000 كيلو او 10 سنين. ما تفتكرش ان الباكج خلص كده، لا ده كمان عامل لك ضمان على العربيه 6 سنين او 150,000 كيلو. ولما نيجي نفتح الكبوت هتلاقي ان الكبوت فيه مساعدين هيدروليك علشان ما تتعبش وانت بتفتح الكبوت، غير ان العربيه دي بتيجي بموتور 1600 تربو بيطلع 197 حصان وكمان 290 نيوتن متر، على الرغم انها 7 سيت بس على الطريق مش هتحسسك ان هي عائليه. طب هتقول لي خامات العربيه، تعال نتفرج على الخامات بتاعت العربيه دي سوا. تدخل العربيه هتلاقي الكراسي بتاعتها كلها جلد في الكانتارا، وعندك كرسي السواق كهرباء، والكرسي اللي جنبه للاسف عادي، وكمان عندك الستيرنج كله جلد. ده غير ان انت كمان عندك فويس ريكومند، وممكن تقول لها بليز اوبن سان روف. اوكي. هتسمع كلامك. ولازم تغير فكرك عن العربيات الصيني، العربيه من جوه كلها سوفت تاتش في جلد، يعني خامات بريميوم. وطبعا فيها شاشه كبيره 15 انش، ده غير ان انت عندك هنا شورت كات تاتش. وطبعا من اهم التفاصيل المفتاح، باين على المفتاح قوي الخامات البريميوم. وانا من عشاق التفاصيل الهايفه جدا. عندك الكونسوله دي بتفتحها من اليمين او بتفتحها من الشمال، والعربيه دي بتتقدم بفئه واحده بسعر 1,499,000. وما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي رايك في الكومنتات، تشتري العربيه دي ولا لا.